مرحبا، أهلا وسهلا. عنوان اليوم: المغرب كرويا حالة تدرس وتدرس. بعد تتويج المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم أقل من 20 سنة في العاصمة الشيلية سانتياغو وأمام الأرجنتين، صاحب 6 بطولات من قبل، أمام البرازيل صاحب 5 بطولات من قبل، فاز عليه في الأدوار التمهيدية مثل ما فاز على الأرجنتين في المباراة النهائية بثنائية، وأقصى قبل ذلك العمالقة فرنسا وكذلك إسبانيا. ما فعله المنتخب المغربي في تشيلي كان استثنائيا. أوكي، قد يقول البعض بأنه منطقي، تحصيل حاصل، ولكن بالمطلق كان استثنائي في نظر الكثير من المتتبعين الذين لا يعرفون الكثير من الخصوصيات المتعلقة بالكرة المغربية. هو أول تتويج عربي من نوعه بلقب أقل من 20 سنة، ثاني تتويج عربي بعد السعودية سنة 89 في الفئات السنية، لأن المنتخب السعودي فاز باللقب العالمي لأقل من 17 عاما، وثاني منتخب إفريقي بعد برازيل وغانا الذين سبق لهم وأن فازوا باللقب العالمي أقل من 20 سنة. الإنجاز المغربي قلت يدرس ويدرس لأنه لم يكن مفاجأة تماما، خاصة بالنسبة للمغاربة وبالنسبة أيضا للمتابعين للكرة المغربية التي دخلت في مشروع، خلينا نقول منذ أقل من 10 سنوات، تقريبا منذ 2017، مشروع يجمع بين أكاديمية محمد السادس التي أسست للاهتمام بالأولاد الصغار، يجمع بين بناء المرافق الرياضية خاصة الملاعب، يجمع كذلك بين الاهتمام بالفئات السنية المحلية والأجنبية، لأنه المغرب اهتم كثيرا بأبناء من هواة كرة القدم الذين يعيشون في مختلف البلدان وينشطون أيضا في مختلف المدارس الكروية الأوروبية. كل هذا على ذاك على بعضه مع الوقت أعطى كل هذه النتائج، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمنتخب الشباب أقل من 20 سنة، بل بمختلف المنتخبات. وهذا أيضا امتداد لما فعله المنتخب المغربي في قطر قبل 3 سنوات، عندما وصل المربع الأخير ونال المركز الرابع وأطاح بكبار القوم وقلب موازين كرة القدم العالمية، بفضل أولا مردوده وثانيا بفضل النتائج المحققة في مونديال قطر 2022. قلت هذا امتداد لذاك، لأنه بعد ذلك المنتخب المغربي لم يتوقف على مستوى الفئات الكبرى ولا على مستوى الفئات السنية، حيث توج مؤخرا هذه السنة بكأس افريقيا للاعبين المحليين، بلغ نصف نهائي أولمبياد باريس، وتوج أيضا بكأس افريقيا لأقل من 23 سنة، بالإضافة إلى إنجاز نهضة بركان المغربي. طبعا علاش قلت بأنه ليس مفاجأة وليس صدفة؟ بالنظر لما ذكرته، هو تحصيل حاصل، ولكن عندما نقول تحصيل حاصل لا يجب أن نقلل من المجهود، لأنه الأمر ليس عادي أنك تذهب إلى تشيلي وتفوز على الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا وأمريكا وغيرهم من المنتخبات وتتوج بكأس العالم. والمفارقة في كل هذا ليس أمر غريب، المفارقة في كل هذا أنه كل المنظومة التي اشتغلت على مدى 7-8 سنوات كانت بالاستناد إلى مدربين محليين على مستوى كل الفئات، بما في ذلك المنتخب النسوي المغربي الذي بلغ نهائي كأس أفريقيا. قلت بأنه الاعتماد على العنصر المحلي، عنصر الإطار المحلي في المغرب الذي رافق كل المنتخبات هذه في كل المسابقات والبطولات. هذا لا يعني بأنني أنا مع المدرب المحلي بالمطلق في كل مكان أو مع المدرب الأجنبي بالمطلق في كل مكان، هذا نقاش آخر، ولكن نقاشنا اليوم حول هذا الإنجاز يتلخص في أن هذه الحالة وما تحقق هو حالة استثنائية تدرس، يعني نحاول أننا نبحث عن مسبباتها ونبحث عن كل العوامل التي أدت إلى هذا الإنجاز للاستفادة منها طبعا، وتدرس عندما نبحث ونستنتج أكيد يمكن يكون سياق يستند إليه الكثير من الأفارقة والكثير من العرب، ولو أنه الخصوصيات مختلفة بالنسبة للمغرب عنها في إفريقيا أو عنها في بلدان عربية مختلفة
في سياق مختلفة في المعطيات، لأنه في المغرب عشقهم لكرة القدم كبير جدا. الأجيال اللي صعدت الآن وهاجرت، هاجروا آبائها وأوليائها، أيضا تعلقهم ببلدهم خلاهم يلتحقوا بالمنتخبات الشبانية السنية. والأساس هو ما فعله المنتخب المغربي الأول في 2022، هو اللي خلى كل هذا الشغف موجود في المغرب. مرة أخرى ألف مبروك للمنتخب المغربي تتويجه بكأس العالم للشباب أقل من 20 سنة، هو الثاني في أفريقيا والأول على المستوى العربي. مزيد من الإنجازات إن شاء الله للمغرب ولمنتخبات عربية أخرى وإفريقية، لأنه تقريبا المنتخب المغربي أو الكرة المغربية فكت هذه العقدة التي لازمتنا طويلا نذهب للمشاركة في المناسبات الكبرى من أجل المشاركات من أجل التمثيل والمشاركات التي كنا نسميها مشرفة. الآن الأمر المشرف هو مقارعة الكبار والبلوغ النهائي والتتويج بالألقاب التي تحرر الأجيال الصاعدة من عقد كثيرة لازمتنا رغم قدراتنا ورغم مواهبنا الكثيرة والكبيرة والمتوفرة في الداخل وفي الخارج. عندما أقول في الداخل أقصد في داخل المغرب وخارج المغرب كذلك.